السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمي؟ يا دي النور يا دي النور. ممولين والله يا جماعة. عمي انا جاي اطلب ريتش بنت حضرتك. ابني اول ما قال لي ان بنتكم انفلونسر قلنا لازم نيجي ونوثق كل حاجة. انا قاعد دلوقتي مع اهل العروسة وبخطب، لو عايزين تشوفوا العروسة وصلوا اللايف ده ل20,000 لايك. اتفضلوا بقى يا جماعة، قدامكم 30 ثانية تاخدوا اي حاجة من الطبق. امال فين عروستنا القمر؟ في اول كومنت. هتجيب لها شبكة بكام؟ هجيب لها شبكة ب100,000 جنيه، ولو حضرتك عامل لي فولو هجيب لها شبكة ب200,000 جنيه. بس 200,000 ده قليل. تعالي بقى اقول لك تجيبي ايه بال200,000 جنيه دول. ده بنت خالتها خطيبها جاب لها حوت واسدين. اوعدكم ان شاء الله خلال شهر هنبقى اشهر قابل على السوشيال ميديا. خيانة، مقالب، شك، قص، بصوا هنخرب الدنيا. ابني بسم الله ما شاء الله عنده شقة بتطل على مش مهم الفيو، المهم الفيوز. ابني اهم حاجة عنده بر الوالدين، بر الاهل، بر بوزل. بصوا بقى، في حالة الطلاق لا قدر الله ملزمين تعملوا 3 فيديوهات. فيديو وانتوا بتودعوا بعض، فيديو وانتوا بتلموا حاجتكم من الشقة، فيديو وانتوا بترجعوا لبعض. انا عندي شرط، انا احتمال اسيبها واتجوز صاحبتها. اوعى تكون بتشرب حاجة. لا خالص، هو بس كان ادمن فترة. الحمد لله يا جماعة ابوها قرب يوافق، لو الفيديو ده وصل ل1,000,000 لايك هخلف. ده كان متقدم لها فود بلوجر بس خفنا ياكل حقنا. وانا ابني كان هيخطب بلوجر شبه بنتكم بالظبط. كوبي رايت. انا بنتي بتصحى من النوم عندها علامة زرقاء. انا ابني بيعدي من اي لجنة الكترونية ومحدش بيوقفه. اللي قول لي يا احمد هتعملوا شهر العسل فيه؟ في بالي. لا، انا بنتي لازم تروح المالديف وتروح العلمين، لازم تلف العالم لف. ايه كل ده؟ ده انتوا داخلين على طمع بقى. طمع ايه؟ ده محدش عارف ابنكم غير اما تصور مع بنتنا. طب بصي يا اختي من البلكونه شوفي ريتش بنتكم اللي واقع. ده ابنكم عبيط، ده كان بيبعت لنفسه على اسك ويجاوب. على الاقل ابني راجل واضح عمره ما خاف اللايكات زي بنتكم. هي دي خناقه بجد ولا بتعلوا ريتش؟ ده ابني ده الستوري نار. الحياة بقت مرعبة يا جماعة، ولسه برضه عايزين تتجوزوا؟ يا جماعه اهدوا، ده ريبورت ودخل بينا. طب ايه بقى؟ نطلع لايف؟ مش هنسمع زغروطه؟